بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم دائما أخوكم أسامة من قناة الجيريا تك. كما عودناكم دائما نحن بصدد فتح علبة هاتف جديد من شركة كوندور. الهاتف الذي بين أيدينا اليوم هاتف تم الإعلان عنه في مؤتمر برلين ويتم التسويق له هذه الأيام. يأتي باسم كوندور بليم بيويت لايت. هذا هو الهاتف الجديد من شركة كوندور الذي يدعم تقنية الفور-جي والذي يأتي بذاكرة عشوائية 3 جيجا. يأتي هذا الهاتف بثلاثة ألوان، اللون الأزرق الذي هو بين أيدينا، واللون الذهبي، واللون الأبيض. نبدأ على بركة الله في استعراض محتويات العلبة. تحتوي العلبة بطبيعة الحال على الهاتف. هذا هو الهاتف. هاتف من حيث الشكل جميل، خلفية براقة وحواف نحيفة. الكاميرا الأمامية لهذا الهاتف هي 8 ميجا بكسل، وحجم شاشته هو 5.5 إنش من نوع IPS HD. يأتي بمعالج كواد كور 1.45 جيجا هرتز، ويأتي بكاميرا خلفية 13 ميجا بكسل، ويحتوي بطبيعة الحال على فلاش. الذاكرة العشوائية لهذا الهاتف جيدة جدا، 3 جيجا كما قلنا، ومساحة التخزين الداخلية 16 جيجا، ويمكنك إضافة لكارت SD. في حالة أردت الاستغناء على خيار الشريحتين يمكنك وضع شريحتين والاستغناء عن الكارت SD، أو يمكنك وضع شريحة وكارت SD. سعة بطارية هذا الهاتف 3150 ملي أمبير. الهاتف من حيث الشكل جميل جدا، ومن حيث المواصفات يأتي بمواصفات جيدة جدا. هذا هو الهاتف الجديد من شركة كوندور. ننتقل الآن على بركة الله في استعراض باقي محتويات العلبة. تحتوي العلبة بطبيعة الحال على بطاقة الضمان. كما قلنا جميع منتجات كوندور لها ضمان 12 شهرا. نجد الشاحن. هذا هو الشاحن. نجد سيبور من أجل وضع الهاتف في حالة المشاهدة. سماعات وكابل OTG من أجل نقل المعلومات من وإلى فلاش ديسك. نجد أيضا الواقية من أجل حماية الهاتف. شركة كوندور دائما تضع في العلبة واقيتين، وهذا شيء جميل يساعدك على التقليل من تكلفة الشراء. هذا الشيء يستعمل من أجل إخراج البطاقة سيم. هذه هي الواقية الثانية، وهي واقية تأتي بشكل آخر. كما ترون واقية شاملة متكاملة تحمي الهاتف من جميع النواحي. في الأخير نجد دليل المستخدم الذي يتيح لك لاستكشاف وظائف الهاتف، وواقي للشاشة. كان هذا فتح سريع لعلبة الهاتف الجديد من شركة كوندور الذي يأتي باسم كوندور بليم بيويت لايت. أتمنى حقيقة أن ينال هذا الفيديو إعجابكم. ليصلكم جديدنا قم بالاشتراك في القناة. تجدون رابط صفحة أكرم نور أسفل الفيديو. قم بالإعجاب بالصفحة. إذا أردت أن تسأل أي سؤال يمكن وضعه في خانة التعليقات، أو يمكنك مراسلتنا عبر الصفحة مباشرة. إن كنت ترى أننا نقوم بعمل جيد، قم بمشاركة الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا جزيلا على المشاهدة. نلقاكم في فتح علبة جديدة إن شاء الله.